السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، ازيكم؟ وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة هنتكلم عن موت الزغاليل. الزغاليل اللي هي بتموت لسه بعد الفأس على طول، او اللي بتموت حتى وهي بتفقس في البيضة، ما لحقتش نقرة البيضة، ما لحقتش تخرج او ما عرفتش تخرج من البيضة. والزغاليل اللي بتموت بعد ما تكبر او قبل الفطام او بعد الفطام. دي لها اسباب ودي لها اسباب. هنتكلم عن ده وعن ده. الناس اللي بتسأل عن الزغاليل اللي عرضناها في الفيديو اللي فات، كانت مجموعة زغاليل زاجل. الحمد لله تم البيع والتسليم، ربنا يبارك له فيهم اللي أخدهم. بالنسبة للحجز، أنا موقف حجز دلوقتي يا جماعة. بالنسبة لزغاليل حمام اللحم موقف حجز دلوقتي لما نسلم الحجوزات القديمة. طيب ندخل على موضوع موت الزغاليل. نبدأ بالزغاليل الصغيرة. زي ما حضرتك شايف في الفيديو ده، الزغلول فقس ومات على طول. الاهالي ما اكلتوش. ده له اسباب كتير. هنشوف في البدايه الزغلول بعد ما فقس مات ليه. السبب الاول ان الاهالي ما بترقدش على الزغاليل بعد الفقس. الزغلول بيبرد، بيموت من البرد. الاهالي لازم تدفي الزغاليل، وده له عده اسباب. ليه الاهالي بتسيب الزغاليل تبرد وتموت؟ ده له اسباب. السبب الاول ان الحمام فيه حشرات. الحشرات بتقلق الاهالي عماله تتهرش، مش عارفه ترقد على البيض في استقرار. عندك حشرات في الحمام او في فيران او في اي حاجه بتعاكس الحمام. ده السبب الاول، ومهم قوي الحشرات اللي في الحمام انك تتخلص منها. الحمام لازم يكون نظيف، مفيش فيه حشرات. ده سبب مهم جدا لازم تخلي بالك منه. سبب تاني ان الحمام مفيش عنده خبره. الحمام ما عندوش خبره، فبالتالي ما رقدش على الزغاليل، او ان هو الزغاليل فقست اكل زغلول وساب زغلول. تمام؟ لان ممكن برضو زغلول زي ما قلنا يفقس قبل زغلول، يسيب الزغلول الصغير يموت ما يعرفش ياكل. فلازم تكون انت جاهز بالميكس زي النوع اللي هوريه لك دلوقتي ده، ويكون عندك مبسم سيليكون وسرنجه وتبدا تتعامل. هسيب لك فيديو التاكيل اليدوي فيه كل طرق التاكيل، لازم تتعلم منه. لازم يكون عندك مبسم سيليكون زي ده، تمام؟ اهو يركب في سرنجه زي دي، تمام كده. ده مهم جدا علشان الزغلول اللي هو من عمر يوم الاهالي ما اكلتوش، هتاكله انت اول يوم، بعد كده تاني يوم هتلاقي الاهالي تاكله. ما تاكلش الا اذا لقيت مر يوم 24 ساعه والاهالي ما اكلتوش، تبقى انت تاكله. مش هيجرى له حاجه لو انت ما اكلتوش لمده 24 ساعه. بعد كده تتعامل انت تاكله وجبه واحده، بعد كده الاهالي هتاكله هي من نفسها تاني يوم. يبقى انت كده انقذت الزغلول. انا كنت باكل بالميكس. خلاص اقول لك النهارده على طريقه اللي هي باستخدام البيضه الفارغه. هي احنا عندنا كانوا بيجيبوا البيض الفارغ يسلقوه، لما يجيبوا كتاكيت ويفركوه كده للكتاكيت في البدايه. الكتاكيت تاكل منه، كتاكيت الفراخ فيها. فضيناها، نزل الصفار والبياض. خلاص فضيناها اهوت. ومعانا برضو خل. انا معايا خل عادي النهارده، ما عنديش خل التفاح. ممكن تحط برضو عادي خل عادي، مفيش مشكله. ربع سنتي ليه يا جماعه خل التفاح او الخل؟ ليه الخل؟ عشان لو البيضه فيها بكتيريا، انت طبعا كنت محضن البيضه، لو البيضه فيها بكتيريا ما يجيبش الامراض للزغلول. ده هتنقذ بهم اي زغلول. فبعد كده ما ترميش البيض خالص. اهو شوف لما قلبناهم اصبحوا بالشكل ده. ومعانا اهو الزغلول. هناتي الزغلول مباشره. طبعا انا جبت زغلول كبير شويه علشان يظهر في التصوير، يبان في التصوير. زي ما قلت لك كان زمان بيستخدموها مع الكتاكيت، بس كانوا بيسلقوا البيضه. لما نسيت، اغلي ميه ونزلها فيها نص دقيقه قبل ما تعملها البيضه. هتغلي الميه وتسقطها في الميه نص دقيقه وتطلعها على طول نص دقيقه بس، وبعد كده تعملها كده علشان برضو تموت البكتيريا. لكن احنا حطينا خل التفاح بس. السبب كمان ممكن كلنا نقع فيه، وغلطه مننا كلنا ممكن نقع فيها، ان احنا بنطلع بالليل عندنا نور زي كده، بننور النور ونطلع عند الحمام نعمل اي شغلانه وننزل ناكل نشرب، نطلع وننزل. واحنا نازلين بنطفي النور بسرعه قبل الاهالي ما تكون رجعت ترقد على البيض. لازم تتاكد ان الاهالي رجعت ترقد على البيض. تمام؟ اذا الاهالي انت طفيت النور بسرعه، الاهالي ما رقدتش على البيض، البيض بيتلج، والزغاليل الصغيره اللي فاقسه بتتلج وتموت. ده سبب مهم جدا جدا لازم تخلي بالك منه. طب الحل ايه؟ الحل ان انت
تخلي مفتاح النور ما تخلوش جوه في عندك في المكان عشان تطفي لما تخرج، ما تخلوش مثلا في الحيطه كده، لا خليه بره، خليه بره الاوضه كده، او فيشه من بره تشيلها وانت بعد ما تخرج تقف شويه كده بره، الحمام يهدى يرجع يقف يقعد على بيضه وعلى زغاليله يرقد عليهم، بعد كده تبقى تطفي النور. ده مهم جدا جدا السبب ده يا جماعه. طيب حد تاني هيقول لي لا انا ما بعملش كده، انا بسيب النور منور طول الليل. طبعا اكبر غلط ان انت تسيب النور منور طول الليل. طبعا احنا قلنا سبب ان النور بيلم الناموس، ده موضوع تاني، والحشرات ده مش موضوعنا النهارده، لكن السبب اللي احنا بنتكلم عليه ان النور، ان انت تسيب النور بيخلي الحمام عصبي، تمام؟ وفي نفس الوقت ده من سبب موت الزغاليل بعد الفأس، ان الحمام ما بيأكلهاش. ازاي؟ الحمام لما بيرقد على بيت زي كده، الحمامة بتعد 18 ليل و18 نهار، يعني 18 يوم، تمام؟ اذا انت بتسيب النور نهار وليل فالحمام ما بيعرفش يعد 18 يوم، فبالتالي الحمام بيجهز اللبة قبل الفأس، فبيتلخبط عنده المواعيد، فتلاقي البيض فأس، الزغاليل طلعت، مفيش لبة، الحمام ما اكلش الزغاليل. او ان الحمام بياكلهم حب خشن، تلاقي ذرة حصلت الزغلول بعد الفأس. ده بسبب ان حضرتك بتسيب النور طول الليل، الحمام ما بيعرفش الليل من النهار، فما بيعرفش يعد ال 18 يوم. ده سبب مهم جدا انك تطفي النور عشان الحمام يعد 18 يوم، ما يتلخبطش عنده العدد بتاع ال 18 يوم. تمام كده؟ يبقى لازم نطفي النور. لو الزغلول بيفقس ويموت او بيموت وهو لسه داخل البيضة، ما عرفش يخرج من البيضة، دي بنعمل فيها ايه؟ دي يكون ايه السبب؟ ايه السبب؟ ان الزغلول ده او الاهالي دي ممكن باحتمال كبير قوي ان عندها سالمونيلا، وعشان تتلاشى المشكلة دي لازم تستخدم حاجة وقائية زي اندلوست اللي احنا بنستخدمه ده، هيقلل معاك جدا موضوع ان الزغلول يموت وقت الفأس او انه ما يطلعش من البيضة. حاجة كمان ان انت ترش البيضة قبل الفأس، لما تلاقي البيضة نقرة كده حاول ان انت ترشها بشوية مية وترجعها تاني، ما تفتحش عليها، هي ان شاء الله هتطلع لوحدها. لو بيموت، لو هيموت ما يعني مش هتقدر تعمل له حاجة، لو هيموت يبقى هو زغلول مريض ما قدرش يخرج من البيضة ده، وخسارة انك انت تربيه طالما ان هو مريض. لكن انت رش عليه رشة المية هو ان شاء الله يخرج لوحده. طيب لو الزغاليل دي بتموت وهي عمرها كبير بعد الفطام او قبل الفطام، دي يا اما ده حاجة مريضة، ده اكيد مرض، يعني يا اما سالمونيلا او كانكر. احنا اتكلمنا عن الكانكر كتير، ده المرض اللي هو بيصيب الزغاليل بالاحتمال الكبير، ده اول سبب بيموت الزغاليل اللي هي تقريبا في عمر الفطام او قبل الفطام وهكذا يعني. والسبب الثاني اللي هو السالمونيلا اللي احنا قلنا عليها، زي ما قلت لك اندلوست هيعالج السالمونيلا وهيعالج برضو الكانكر، وبيعالج 6 امراض زي ما هسيب لك دلوقتي على الشاشة صورة الدواء. بكده كنت خلصت موضوع فيديو النهاردة. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.